بتعاني من إزالة الشعر، وكل مرة بيبقى فيه وجع، بيبقى فيه التهابات، بيطلع لك حبوب، بتلاقي المنطقة اللي شلتي فيها الشعر بقت ملتهبة. تعالي بقى اقولك على حل، واقولك على طرق، على 4 طرق او 5 طرق لإزالة الشعر. بتكون هقولك على العيوب بتاعتها، هقولك على المميزات بتاعتها، وانت يا ستي اختاري زي ما انت عايزة. تعالي بقى اقولك على حاجات وطرق ومميزات وعيوب طرق ازالة الشعر، وتعالي اقولك تستخدمي ايه، وهقولك كل طريقة مميزاتها وعيوبها، وانتي اختاري يا ست الكل. تعالي بقى ايه نتكلم في الموضوع ده شويه. البنات المراهقين او المتجوزين عندهم مشكله في ازاله الشعر، ان هما بيبقى فيه وجع، بيبقى فيه التهابات مكان ازاله الشعر، بيطلع حبوب، الحاجات دي. فانا النهارده جايه احللك المشكله دي، وهقولك على 5 أو 4 طرق مهمين جدا لازاله الشعر، وهقولك المميزات والعيوب، وانتي اختاري براحتك يا ستي. انا بصي هقولك بس الطرق. اول طريقه معانا وهي الطريقه